منهم اللي كانت بتدرس هندسة، وفيهم اللي كانت طالبة في آداب، واللي كانت طالبة في تمريض، ومنهم اللي كانت بتجهز نفسها علشان داخلة على جواز. القرية ديت النهاردة واقفين عاملين 19 تابوت علشان الناس اللي جاية يعبون فيها. هو احنا ليه عندنا البني آدم رخيص كده؟ مصر بتشهد واحدة من أصعب الحوادث اللي مرت بيها في آخر 25 سنة. مصر بتودع أجمل بنات في الدنيا في مشهد أبكى أكتر من 100 مليون، لكن سابوا وراهم قصص وحكايات ودروس مستحيل تتنسي حتى لو عدى عليها 1000 سنة. 18 بنوتة جميلة، منهم اللي 13 سنة، ومنهم اللي كانت داخلة على 20، كلهم زي العادة كل فجر صلوا الفجر ودعوا ربنا وتوكلوا على الله في طريقهم من قرية كفر السنابسة بأشمون لمدينة السادات، رايحين يجمعوا عنب ويقضوا يومهم علشان يرجعوا آخر اليوم ب120 جنيه تساعد أهاليهم على مشقة الحياة. بينهم الطالبة الجميلة اللي كانت شعاع نور وأمل لكل بلدها وأهلها وأصحابها، ومعاها في الميكروباص الباشمهندسة الأمورة شيماء زي ما الكل بيناديها، ضحكتها كلها صفاء ونقاء وعيونها مليانة براءة وطفولة، ما همهاش شكلها قدام زميلاتها ولا فارق معاها إنها المهندسة المتفوقة. كل اللي فارق معاها إنها خلال فترة الصيف تجمع مبلغ كويس علشان يساعد أبوها المسكين في توفير مصاريف تعليمها. أيوه زي ما سمعتوا حضراتكم، شيماء طالعة من الفجر وهي طالبة هندسة بتشتغل في جنينة عنب، وجنبها ملايين الشباب على القهاوي بيصرفوا ال100 مرتين وتلاتة على كلام فاضي وفي لعب قمار وبلاوي والبلاي ستيشن وغيره. مش بس شيماء اللي وجعت قلوب الدنيا كلها، زميلاتها كتير في نفس الميكروباص. والطالبة هدير كانت بتدرس في تمريض، ودي قصتها بقى مختلفة شوية. أمها هي اللي بتشتغل في جامع العنب علشان تساعد أبوها على المعيشة. لما لاحظت إن أمها تعبانة شوية قالت لها ريحي انتي وأنا هطلع مكانك. أمها كانت مصممة إنها ما تطلعش وقالت لها مستحيل أسيبك يا بنتي تخرجي في وقت زي ده، لكن هدير راحت لقدرها وقالت لأمها يا ست الكل ارتاحي انتي أرجوكي وما تخافيش عليا، كلها كام ساعة وابقى جنبك يا قمر. لكن للأسف الشديد ما رجعتش غير في الكفن، وخلت قلب أمها مكسور وهي بتعدد وتصرخ وتقول يا ريتني كنت أنا مكانك يا ضنايا، رحتي وخدتي أجلي. بتقول لها فديتيني بروحك يا روحي. ومن وقتها وهي في حالة انهيار شديد والكل خايف يحصل لها حاجة. هدير راحت ولحقت بالمهندسة شيماء، وكانت معاهم أحلى عروسة في الدنيا، العروسة اللي كسرت قلوب المصريين. البنوتة الحلوة دي اسمها رويدة، 17 سنة، مخطوبة وبتجهز لنفسها. أبوها زيه زي ملايين المصريين على قد حاله. قالت له اوعى تمدي ايدك لأي حد ولا تسمح لأي حد يساعدك في جهازي، كرامتك عندي بالدنيا كلها، حتى لو مش هتجوز أنا هخرج وهشتغل، ويوم ما أكون جاهزة بجهازي كامل هتجوز، وأنا وأنت راسنا مرفوعة يا أبويا. الله عليك يا رويدة يا اللي اديتينا كلنا رجالة قبل ستات درس في الكرامة وعزة النفس، درس في السعي والاجتهاد. انت ما متيش، انت فعلا شهيدة، ربنا انتقاكي، لأن اللي زيك في الدنيا مش كتير يا بنتي. رويدة وشيماء وهدير وكل البنات الحلوة اللي كانت معاهم، اللي سابوا كلياتهم وجامعاتهم وطلعوا في الفجرية على رزقهم ورزق أهاليهم، ادونا درس مهم قوي إن بنات مصر العظيمة هنا أهي، مش اللي مالين الانستجرام وقالعين ودايرين يرقصوا ويتعروا على التيك توك وفي كل مكان. ستات مصر العظيمة هم دول بنات بلدنا، الشقيانين التعبانين المتفوقين اللي ما فيش في جمالهم ولا في حلاوتهم. انتوا فعلا خسارة في مجتمع مش عارف يقدر قيمتكم، خسارة في ناس أهملتكم وسابتكم تدبروا مصاريفكم بنفسكم، مصاريف تعليمكم وجوازكم، وهم غرقانين في مليارات الساحل وكومباوندات ايجيبت. انتوا مكانكم الجنة فعلا، مش بين البشر الوحوش. وداعا يا أجمل بنات في الدنيا، وربنا يرحمكم جميعا.